الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء والمرسلين. عباد الله، إن البارحة شاهدنا موقفا عظيما، شاهدنا مبادرة طيبة، ونحن نرى إخواننا من الفصائل الفلسطينية ومن قادة فلسطين يلتقون على كلمة واحدة بالأمس. إن هذه المبادرة التي تزعج أعداء الإسلام، إن هذه المبادرة تزعج الصهاينة المعتدين، إن هذه المبادرة تزعج كل عدو للدين. لا زالت الجزائر الحمد لله في مواقفها ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ونحن نرى الفصائل بالأمس قد التقوا على كلمة واحدة في صف واحد. أسأل الله عز وجل أن ينصر القضية وأن ينصر إخواننا في فلسطين. إن هذه المبادرة يثمنها كل محب لهذا الإسلام، إن هذه المبادرة يثمنها ويباركها كل إنسان يحمل هم الإسلام وهم الأقصى. ليس بالهين أيها الأحباب يا أهل الجزائر، إنما وقع البارحة في العاصمة الجزائرية بحضور ولي أمرها والفصائل كلها انتقت. إنها والله لضربة قاضية لأعداء الدين، إنها لضربة قاضية لليهود الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذه المبادرة، اللهم إنا نسألك أن تحفظ الجزائر السباقة الثابتة في موقفها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. اللهم يا رب عليك بالصهاينة، عليك بالمعتدين، عليك بالغاصبين، عليك بالسالبين، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة في ثالث الحرمين قبل الممات. اللهم بارك في جهود الجزائر، اللهم أمنها، اللهم أمن الجزائر، أمن أهلها، أمن شعبها، واجعلها دائما هذه الجزائر مهما كادوا لها ومهما تربصوا. انظروا لمثل هذه المواقف، لم يتجرأ أحد ليقف هذا الموقف. هذا ردا على كل إنسان، هذا ردا على كل من أراد أن يزعزع استقرار الجزائر. فالجزائر محفوظة، فالجزائر محروسة بمثل هذه المواقف. سباق دائما. اللهم أدم على الجزائر نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ لها جيشها ودركها ورجال أمنها، وبارك في ولي أمرها، واجعل الخير أمامه والحق إمامه، واجعلنا آمنين مطمئنين يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركات، أيام ربيع الأنوار، أن تعمنا برحماتك وأفضالك، وأن ترزقنا الجنة يا رب العالمين، وأن ترزقنا النظر لوجهك ووجه حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اجعلنا من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك لا تعاملنا بعدلك. نحن عبادك الضعفاء الفقراء الأذلاء، نواصينا بيدك وأرواحنا في قبضتك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، إنك رحمن رحيم.